الدكتور بلاء لا يحمل إلا الجنسية المصرية، لم ولن يحمل إلا الجنسية المصرية. المصري أنا دايما أقول فقير وأنه ذكي، بيعرف مين اللي عنده مصداقية ومين ما عندوش مصداقية. بنتي زوجها مسلم، تزوجوا في السفارة المصرية في فيينا على الشريعة الإسلامية، وكان شاهد زواج السفير رمزي عز الدين رمزي سفير مصر في فيينا. زوجة حضرتي والدها كان مستشار في مجلس الدولة، أصولها من كفر الدوار، أصولي أنا بيار في كفر الزيات. أبويا نشأ في قرية إبيار، ووالده كان من هيئة كبار العلماء، استطاع أن يكون نقيبا للمحامين، واستطاع سنة 61 أن يقول للرئيس محمد أنور السادات أننا نود الحرية والديمقراطية، اللي أبويا قاله سنة 61 نفس الكلام اللي أنا بقوله النهارده. المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المساواة، الحرية، العدالة، المساواة الاجتماعية. لا أعتقد أن أي مسلم أو أي قبطي أو أي صاحب أي عقيدة يخالف هذا. أنا مع المادة الثانية. That were identified through the use of satellite imagery as being reconstructed. قلتها صراحة يا عمرو، لا يوجد أي دليل على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. قلتها وكان قاعد جنبي كولين باول وزير خارجية أمريكا، وأمريكا قامت بحملة شعواء لمنع إعادة ترشيحي للوكالة. أما ساعات يجي لي نوع من الإحباط، أفتكر إن الناس البسيطة دي هي دي اللي الواحد عاوز في نهاية عمره يقدر يعمل لهم حاجة.